إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. اليوم حبيت نشرح لكم طريقة ديال كيفاش تصاوبوا فقاصة يدوية على هذا الشكل كما كتشوفوا في الصورة. كتهز حوالي 150 بيضة وكتجي على هذه الطريقة. بقاو معنا غادي نشرح لكم جميع المراحل باش تقدر تعدل هذه الفقاصة غير في الدار وبأدوات بسيطة. أول حاجة الدراري كنحتاجو بحال هاد الكاجيط كما كتشوفوا معنا الصورة، تحتاج جوج. بالنسبة للكاجيط راه تقدر تلقاه عند الناس اللي كدير الحلوى، الناس اللي كتبيع الماتيريال ديال الحلوى ولا اللي يبيعوا الحلوى ولا شي حاجه، راه تقدر تاخذو من عنده. الثمن ديالو كيتراوح ما بين 15 درهم حتى ل 20 درهم. اذا اول خطوه كيف ما كتشوفوا كنقلبوا دوك الكاجيطات وكنحاولوا نجمعهم بالسكوتش كيف ما كتشوفوا معنا على الطريقه هذه، وكذلك من الجوانب كنحاولوا ندوروهم بالسكوتش من الجوانب. ومن الافضل يكون سكوتش اللي يكون فيه واحد الكولور اللي زوين، ما يكونش سكوتش شفاف باش يعطينا واحد الشكل. من بعد كنقطعوا هاد الاطراف اللي كيكونوا في الوسط باش كتكون عندنا الفقاصه الكادر ديالها على هذا الشكل. كنحاولوا نجروا ديك المنطقه اللي بقات لينا تما باش ملي نقابلوا السكوتش تجينا مفينيه. اما كيف ما كتشوفوا الاخوان راه حاولنا نجروا ديك البلاصه مزيان باش يكون عندنا السطح مقاد. هنا راه كنقاد جوج الدراري كيف ما كتشوفوا في الصوره، راه غندير نفس العمليه كيف درت الاولى. دابا كنجيبوا السكوتش الدراري في هذه اللحظه وكنحاولوا ندوروا الفقاصه كامله بالسكوتش، كنغلفوها مزيان من جميع الجوانب. انتم غادي تشوفوا معنا الطريقه كيفاش. انتم الاخوان حاليا راه كملت تقريبا الجوانب. دابا شنو غادي يبقى ليا؟ غادي يبقى ليا الوسط، غنحاول حتى هو نعمرو بهذا اللون ديال هذا السكوتش كما كتشوفوا الاخوان. دابا راه تفينات بالسكوتش كامله، وهذا الشيء اللي الوسط راه تعمدت انني نديرو باش تكون الارضيه حرشه باش ملي يكون الفلوس تما ما يزلقش في ديك السكوتش. يعني حاول دير ان الارضيه تحاول تشد السكوتش وما ديرها تعوجها شويه باش تكون الارضيه حرشه، ما تحاولش دير السكوتش مطانديه مزيان. بالنسبه للمعدات اللي غتحتاجو كذلك غتحتاج واحد الفونتيلاتور صغير على هذا الشكل. الثمن ديالها كيتراوح ما بين 60 درهم حتى ل 100 درهم، تقريبا واحد 12 سنتيم. وغتحتاج الترموستا اكس اش دبليو 3002 ولا 3001 راه بجوج تقريبا بحال. الثمن ديالهم كيتراوح ما بين 60 درهم حتى ل 100 درهم. غتحتاج دويه بحال هذا الشكل، وغتحتاج بريز عادي، وغتحتاج اشنو اخر الخيط على هذا الشكل، الخيط اللي غادي نربطوا به هاد الاسلاك. وغتحتاج واحد البوله اللي كتكون كتعطي الحراره باش غادي نركبوها في الدويه. وغتحتاج الماتيريال راه هو عندك بريكه باش غادي تحرق لك الاسلاك، سكوتش كحله، والماتيريال هو هذا. خليكم معنا. دابا غادي نجيبوا هاد الفرشيه الاخوان وغنحاولوا نقسموها من الوسط باش نحطوا فيها هاد الفونتيلاتور هادي، ومن بعد غادي نشدوها بالسكوتش. هانتوما غتشوفوا معنا الطريقه كيفاش غادي نحاولوا نقطعوها. هانتوما كيف ما كتشوفوا كنحطوا الفونتيلاتور وسط منها وكنشدوها بالسكوتش من الفوق مزيان. يعني هاد البارتيات اللي كتحيد من الوسط راه ما كترميهمش، راه تخدم بهم. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيفاش كتجي، وخصك طانديها مزيان باش تبقى شاد ديك الفونتيلاتور تما مزيان. من بعد راه غادي نغلف هذوك الجوانب بالسكوتش كيف ما كتشوفوا معنا. دابا هذه هي اللي غادي تحط وسط هاد الكادر ديال الفقاصه. غادي نحاولوا نقطعوا من الاطراف، وحاول ملي تبغي تقطع حاول تقطعها باش تجي لك مطانديه تما باش ما تزيدش شي حاجه. كيف ما كتشوفوا معنا حاول تشد العبار ديالك وقطعها باش تجي لك مطانديه. دابا كيف ما كتشوفوا انا حطيتها هنايا. دابا راه كطيح ليا مع ما مطانديش انا مزيان. اشنو غادي نزيد؟ غنزيد لها واحد الزياده في الجناب باش طاندها ليا مزيان. دابا كيف ما كتشوفوا الدويه راه غتركب في هذا الاتجاه بالضبط، وحاولوا تشوفوا الفرفاره تكون كتجبد من جهه البوله وكتدفع في الجهه فين كيكون البيض. دابا هذه هي الاضافه اللي درتها انا مزيان باش نطاندي هذيك البارتي ماشي هذا الفونتيلاتور. حاول من الافضل تجيب القطعه هي هذيك باش ما تقدر تزيد والو، يعني تبقى تما غتجي لك مبريسيه. دير لها غير السكوتش وغادي تشد مزيان. دابا هادي راه غندير لها السكوتش مازال الدراري. دابا راه اللحظه راه شديتها بالسكوتش مزيان مع الارضيه ومع الجناب، راه كتجي على هاد الشكل. وغلفت دوك الاتجاهات اللي بقاو كيبانوا، وحاولوا تردوا البال للقياسات. شوفوا فاش كنديرها، راه كنخلي غير واحد 20 سنتيم من ليه، وكنخلي تقريبا واحد 80 سنتيم من هاد الجهه ولا 70 سنتيم فين كيكون الاتجاه ديال البيض. دابا غادي نجيو الدويه غادي نركبوا لها الخيط ديالها. كنقطعوا واحد الخيط صغير وغادي نحرقوا هاد الاسلاك باش نربطوهم، وغادي نشرح لكم الطريقه ديال الربط. اول حاجه دابا ثاني حاجه الدراري ركبنا هذا الخيط حتى هو ركبنا في البريز تقريبا في واحد متر ونص. هذا هو اللي غيجيب لنا الضوء الفقاصه.
والدويره هكا كيفاش ركبناها وخرجنا الخيط ديالها من هنايا كما كتشوفوا. والفونتيلاتور كذلك راه كما كتشوفوا الخيط ديالها منين خرج داك الكحل ليه. هذا الخيط ديال البوله ديال اللي كتعطينا الحراره. هانتوما منين خرجناه حاولوا تشوفوا الاخوان العبارات ديريكت هنا تقابلوا الخيوط ديال الفونتيلاتور راه منين خرجناهم. وحاولوا تشوفوا الاخوان راه البوله ديما خصها تكون كاينه في الجهه ملي كتجبد الفونتيلاتور وكتدفع ليه. راه بزاف ديال الدراري كيقلبوا هذا البلان هذا. دابا الدراري راه غنشرح لكم الربط كيفاش كتربطوا هذا المتحكم مع هذا الشيء، كيفاش تدخلوا ليه الضوء، كيفاش تربطوه مع الفونتيلاتور ومع البوله. هذا هو الحساس. غنحاول نحطوا الحساس ليه باش ما يتلفناش. وعلى الخيوطه هنايا عندنا جوج خيوطه في جوج خيوطه. اذا الدراري بقينا في هذا الربط ديال الاسلاك هادو. اول حاجه الدراري راه هاد الخيوط اللي خارجين من الفونتيلاتور ديناهم ربطناهم مع هاد الخيوط اللي خارجين من هذا المتحكم ديال الترموستا. ربطناهم مع جوج خيوط اللي خارجين، واحد اللي فيه الاحمر واللي فيه الكحل، اللي فيه الصفر واللي فيه الكحل. هاد الاخرين ما نخلوهم ابار باش نربطوهم مع هذا اللي خارج من البوله. قلنا الخيوط اللي خارجين من الفرفاره من الفونتيلاتور كنربطوهم مع الخيط الكحل والخيط الكحل والاحمر، وغنزيدوا عليهم الخيط اللي فيه البريز اللي غادي يدخلنا الضوء، يعني باش تبقى عندنا هذه ديما خدامه وكذلك الفرفاره ديما خدامه. يعني غنزيدوا هنايا على هاد الخيوط هادو اللي ربطنا بحال هكا غنزيدوا عليهم الخيط اللي غادي يدخل لنا الضوء. غادي تشوفوا كيفاش. اذا هانتوما الاخوان بعد ما زدنا الخيط اللي راك فيه البريز هذا هو اللي غادي نبقاو نديرو في الضوء باش يخدم لنا الفقاصه. هانتوما زدنا لهاد الخيط الاحمر والكحل اللي خارج من الترموستا واللي غادي الفونتيلاتور كذلك وهو اللي مدخل لنا الضوء. دابا الاخوان هادشي راه غادي نسدوه بالسكوتش. دابا غير بغيت نشرح لكم كيفاش. من بعد راه هادشي غادي نسدوه بالسكوتش، عاد غادي نشدو حتى هذه غنشدوها بالسكوتش مع هنايا. وهذا الخيط هذا هو الحساس اللي كيعبر لنا الحراره. راه هو هذا دنيتو هنايا باش ما يتلفناش. يعني حتى التالي عاد غادي نوريكم كيفاش تدخلوا من هنايا باش يخرج عندنا الجهه الاخرى اللي كيكون فيها البيض. يعني غادي ندير ليه بحال هكا تنسالو. دابا غادي نخدموا في هذا الخيط الصفر والكحل. الخيط الصفر والكحل غادي ندوهم لهادو اللي غادي للبوله، غادي نربطوهم مع هادو اللي غادي للبوله. هانتوما الدراري باش ما تلفوش. اذا هذا هو الخيط اللي جاي عندنا من البوله ركبناه في هاد جوج خيوط ها هما الصفر والكحل. بالنسبه للمتحكم باش كنخدموه اللي هو هذا. انا كنهضر دابا مع الدراري اللي باغيين يبداو بابسط الوسائل. يعني متحكم اللي سميتو اكس اش دبل في 3002 تقدر تخدم حتى ب 3001 ماشي مشكل. الا لقيتي من الافضل قاضي الغرض ومجربينه والحمد لله راه كيخدم في قاسه مزيان. وبالنسبه لهادو راه شرحت لكم كيفاش. يعني ركبنا مع الخيوط اللي غادي للفونتيلاتور الخيط الكحل والاحمر والخيط كذلك اللي غادي يجيب لنا الضوء. دابا غادي نسدو هادشي بالسكوتش الدراري. كل حاجه كنسدوها بوحدها. كنسدو هادي بالسكوتش، هادي بالسكوتش، هادي حتى هي كذلك بالسكوتش وهادي بالسكوتش. ونحاولوا باش ما يكونش عندنا واحد الالتصاق مثلا بين الاسلاك، يعني الفاز مع الفاز والنوتر مع النوتر، باش ما يبقاش عندنا واحد السيركوي في الفقاصه ديالنا. غنحاولوا نسدو هادشي بالسكوتش مزيان، سكوتش كحله. انتم الدراري بعد ما درنا شي سكوتش كحله سديناه. دابا غادي نغطوا هاد الخيوطه بهاد السكوتش الثاني الصفراء. يعني غادي نعاودوا بهاد السكوتش الصفراء نغطوا هاد الخيوط اللي عندنا هنا. انتم الدراري ما سديناش مزيان غير باش نتيستو اول حاجه باش نشوفوا واش هادشي خدام ياك ما عندنا شي مشكل، باش نديروا واحد التجربه تنشوفوا واش كلشي الامور هي هذيك. غادي نقلب لكم الفقاصه باش تشوفوا الديكور كيفاش. دابا هادي الاخوان راه مازال غادي نشدوها، مازال غادي نلصقوها بالسكوتش من هنا ومن هنا باش تلصق عندنا مزيان بالثبت. كيبقى لنا هاد الخيط هذا اللي كيعبر لنا الحراره. هذا راه كندوه لهاد البلاصه الدراري، كندوه لهاد البلاصه فين كنحطوا البيض. يعني غادي ندخلوه، غادي نثقبوا لهم شي بلاصه هنايا وغادي نخرجوه من هنا من حدا الخيط ديال الفونتيلاتور وغادي نخرجوه هنايا. يعني كيبقى ديما تما. اذا هانتوما راه تقبنا ليه من هنايا، خرج من هنا. هو دخل لازم حدا الخيط ديال الفونتيلاتور تقبنا ليه هنايا. هو فين خرجنا هنا. دابا الدراري شنو غنديروا المرحله الجايه هي غادي نغطوا هاد البلاصه بالسكوتش كامله. هادشي اللي بقى لنا كيبان لنا هنايا غادي نغطوه بالسكوتش، وكذلك غادي نشدو هذه حتى هي بالسكوتش بحال هكا. غادي نشدوها بالسكوتش من الجناب، ومن بعد غادي نجيب واحد البوله غادي نركبها باش نتيستي باش نشوف واش كلشي مزيان. عاد غادي نشرح لكم كيفاش تبرمجوا هذه حتى هي. راه الطريقه ديال البرمجه ديالها راه ساهل. اذا نتوما الدراري من البوله غادي نركبوها باش نديها نجربها لكم نتيستيها تما. البوله ركبات. اذا اجي نجربوا هذا الشيء ونشوفوا هذه الحريره اللي درنا واش هي هذيك ولا ماشي هذيك. البريز اذا الامور الاخوان تمام. هانتوما راه البوله راه كتشعل، الفرفاره كتخدم حتى هي اونيوم طونك. الفرفاره كتبقى خدامه ديما، الفرفاره كتبقى خدامه ديما. بالنسبه للبوله كتطفى وكتشعل. شكون اللي كيطفيها وكيشعلها؟ هي هاد الترموستا هادي. ها هي الترموستا راه خدامه. دابا الحراره اللي هنا هي 22.
دابا شنو اللي غادي نديرو؟ غادي نوريكم الطريقه ديال البرمجه ديال الترموستات. اول حاجه غادي نلصقوا هادشي بالسكوتش مزيان، وغادي نسدو هاد البلاصه طيب بالسكوتش مزيان. هذا راه كيبقى غير هكا، كيبقى غير تما، كيبقى غير محطوط تما هكاك بلا ما نغطوه بالسكوتش. كيتزاد لنا واحد تاع الرطوبه، غادي نشرح لكم كيفاش داير. اذا انتم دابا راه شديناها بالسكوتش مزيان من الجناب، دابا السكوتش مزيان، وكذلك هنايا راه سديناها كذاك. دابا شنو بقى لينا؟ اخر خطوه اللي بقات لنا هي البرمجه ديال هذا المتحكم هذا. يعني غادي نبرمجوه، هو شي حاجه اللي ساهله الاخوان، ماشي شي حاجه اللي معقده. نوقفوه بحال هكا، نركبوا البريز بالبيضات الاخوان. اللي خصو البيض ديال خليط السلالات مرحبا، ولا اللي خصو السلالات الحره. هانتوما البيض ديال لي جور، هادي بيضه ديال لي جور ابيض. هانتوما الاخوان خصو شي حاجه مرحبا، خصو مع والو. دابا نركبوا البريز بحال هكا. ماشي ديالنا خدمات كذا. دابا كنجيو لهذا المتحكم. كما كتشوفوا عندنا 3 البوطونات. عندنا هذا البوطون هذا هي سيت، وعندنا بوطون سهم طالع للفوق وسهم نازل لتحت. شنو كنديروا؟ كنكليكو على هاد سيت. فاش كتطلع لنا هاد سيت كتطلع لنا بي زيرو كنعاودو نكليكو على سيت. دابا فاش كتحيد صبعك راه دغيا كترجع لك الحراره اللي كاينه، يعني خصك تزرب شويه، خصك تضغط على سيت وتعاود تضغط على سيت. يعني طلعت لنا الحراره 25. غادي نطلعوها بالاسهم. دابا كنكليكو على السهم اللي طالع للفوق، يعني اللي كيطلع. نطلعوها حتى ل 37.2. 37.2. هي 37. كنحيد صبعي كترجع الحراره اللي كاينه في الفقاصه اصلا، يعني 22 اللي كاينه في الحراره. دابا حيت الفقاصه مازال ما طلعتش الحراره ديالها مزيان. دابا فاش غادي تبقى البوله فاش كتطلع الحراره حتى الفوق، فاش كتنزل غتبقى تشعل البوله على 37.2. غنوريكم الطريقه كيفاش من بعد ملي طلع لنا الحراره. دابا ريقلنا علاش غادي تشعل البوله. دابا غادي نريقلو علاش كتطفى البوله. كنعاودو نوركو على هاد السيت الثاني. بي زيرو ريقلناها، غادي نطلعو بالسهم، يعني بي 1. وغنوركو ثاني على سيت. طلعت عندنا 40، غادي نقصوها، غادي نقصو ديك 40 اللي عندنا، غادي نردها 37.7. هي 37.7. صافي كنخلوها كترجع لنا الحراره اللي كاينه اصلا. دابا البوله دابا فاش غادي نسدو الفقاصه بهاد الغطيات ديالها. دابا هاد الغطيات راه حتى غادي ندير لهم السكوتش الدراري، وغادي نغطوا هاد الفقاصه بهم. ملي غادي نغطوها فاش غادي تطلع الحراره غادي توصل عندنا حتى ل 37.7. غادي تطفى البوله، غتبدا ثاني الحراره كتهبط شويه بشويه. ملي غادي توصل ل 37.2، ملي غادي توصل ل 37.2 غادي تشعل البوله. يعني باش نتاكدوا ان البرمجه ديالنا صحيحه، غادي نكليكو على هاد السيت اللي كاينه في الجنب. غادي نشوفوا بي زيرو هي الحاجه اللي كتشعل لها البوله. غادي نعاودو نضغطوا سيت، غطلع لنا 37.2. غنتسناو ترجع الحراره اللي كاينه. دابا غنكليكو على سيت، غطلع لنا بي زيرو. غادي نطلعوا الفوق، غادي نرجعوا لبي 1. غادي نكليكو بحال هكا، غطلع لنا 37.7. يعني هاد الترموستات ديالنا راه محقق. دابا شنو علينا؟ غادي نسدوها بحال هكا، غادي نحطوها بحال هكا. هاد الفرشيات راه مازال غادي ندير لهم السلوفان باش غادي يعطونا الديكور تاعهم مناضي بحال كيف اللون ديال الفقاصه. ملي كنسدوها بحال هكا كنتسناو الحراره تطلع لنا هنايا. هانتوما كما كتشوفوا الحراره كتطلع. حاجه اخرى الدراري، راه غنزيدو ثقوب التهويه. غنزيدو ثقوب التهويه للفقاصه. بالنسبه لثقوب التهويه غيكون واحد هنا، غيكون ديريكت قريب لهادي. غيكون واحد الثقب هنايا، وواحد الثقب هنايا في الجنب، وثقوب اخرى في هذه الجهه الاخرى، في هذه الجهه الوسط فين كاين البيض، وثقوب اخر من هذه الجهه اللي هنايا. دابا انا شرحت لكم البرمجه، شرحت لكم كيفاش كتربطوا الاسلاك، شرحت لكم كيفاش كتركبوا الفرفاره تما، كيفاش كتركب البوله. حاجه اخرى، البوله راه ضروري خصها تكون محطوطه في هذه الوضعيه. الفرفاره كتجبد من هنايا. شحال تاع الدراري كيقلبوا البولات، كيقلبوا الفونتيلاتور. حاولوا ما تقلبوهاش. يعني حاول هذيك الجهه فين كتجبد الريح تكون كتضرب لها، يعني كتجبد من هذه الغرفه هذه كيكون فيها الريح وكتكون فيها الرطوبه، وكتدخل الغرفه فين كيكون محطوط البيض. وكيف قلت لكم تقابي راه غنديروا تقبه تما، تقبه هنا وتقبه هنا. انتم الدراري باش نشرح لكم التقابي راه شي حاجه ضروريه الاخوان. شحال تاع الدراري كينساو هاد القضيه ديال التقابي راه وكيموت ليه الفلوس في الحضانه. التقابي ضروريين، يعني كيكون عندنا واحد هنا وواحد هنا، واحد اخر هنا، وواحد كيكون ليه، وجوج كيكونوا هنايا. كيكون واحد هنا اللي من ديال الفونتيلاتور، وواحد في اليسار ديال الفونتيلاتور. هذا مكان الدراري. وتسناو فيديو اللي غادي يكون فيه الطريقه ديال الاستعمال، يعني ماشي شي حاجه اللي معقده. غنشرح لكم كيفاش كتحطوا البيض، وكيفاش كتحطوا الطاسه ديال الماء هنا، وكيفاش كتعاملوا مع الرطوبه. ثاني حاجه راه خصنا واحد الجهاز ديال الرطوبه
اللي غادي نوري لكم دابا، اللي كنبقاو غير كنراقبوا به الرطوبه شحال باش نشوفوا واش نزيدوا الماء هنا، واش نزيدوا الطاسات ديال الماء ولا نخلوها الطاسات اللي عندنا هنا، حيت دابا الرطوبه كيتحكم فيها عدد ديال الطاسات اللي كدير لنا. الا كان الماء مزيان راه الرطوبه كطلع مزيان. بالنسبه لجهاز الرطوبه الدراري كيكون على هذا الشكل، هذا كنخلوه غير هنايا صافي، كنحطوه غير هنايا وكنخلوه راه حداه كيكون البيض، حداه كيكون حداه هذا حتى هو، هذا اللي كيكون كيعبر لنا الحراره، وهذا كنشوفوا فيه الرطوبه بحال هكا. يعني دابا عندنا الرطوبه 73، القاصه فاش كتخدم الرطوبه راه كتهبط حتى ل 20. باش حنا نوفروا ان الرطوبه ديال اللي كيحتاج للبيض هي 50، كنحطوا طاسات ديال الماء هنايا اللي كيعطونا الرطوبه. هذا مكان. بالنسبه للدور ديال هذا فقط كنشوفوا فيه الرطوبه شحال، غير كنشوفوا فيه بحال هكا في الايام ديال التحضير، كنشوفوا واش الرطوبه هي هذيك مزيانه، يعني كتكون ما بين 45 حتى ل 55 في الايام الاولى. هادشي اللي كان الدراري. اللي بغى الحضانه واجده راه كنتوفروا على الحضانه الثمن ديالها 500 درهم، واللي بغى المعدات ديالها يعني باك فيه كلشي، فيه الكاجيط اللي غادي تحتاج، فيه الكاجيط بالغليق ديالو، هاد الطياطات الدراري راه غادي تا هما غادي نسدهم بحال هكا، الطيب اللي غادي ندور عليهم السكوتش راه غيبقاو يسدوا الحضانه بحال هكا. يعني كنبقى كنسدها بحال هكا وكنغطيها بشي حاجه باش تبقى مسدوده مزيان بحال هكا خاصها تبقى. الا درنا فيها البيض قلنا كيكون في الباك، كيكون فيه الكاجيط، كيكون فيه هذا المتحكم هذا، كتكون فيه الفونتيلاتور، البولات، الدويه، بريز، الخيط اللي غادي تحتاج، المهم كلشي اللي غادي تحتاج، السكوتش اللي غادي تحتاج، اي حاجه غادي تحتاجها غادي نصيفطوا لك في الباك. الثمن ديال الباك الدراري هو 400 درهم، 400 درهم داخل فيها ثمن التوصيل. فيما كنت راه كنصيفطوا لك الفقاصه، الثمن ديالها اللي بغى فقاصه واجده الثمن ديالها 500 درهم، والطيار كيكون في داخل فيها الثمن ديال التوصيل. وغادي ندير لكم فيديو كيفاش تتعامل مع الفقاصه وكيفاش دير فيها البيض، يعني طريقه الاستعمال اللي هي شي حاجه اللي سهله ماشي تحتاج تعقيد. اذا هادشي اللي كان الدراري في هذا الفيديو. بالنسبه للفقاصه راه كتجي على هذا الشكل، الثمن باش كنبيعوها الدراري هو 500 درهم، ومتوفر التوصيل في جميع انحاء المغرب. وبالنسبه اللي بغى باك وبغى يقاد ظهر راسو راه ماشي مشكل، ثمن الباك 350 درهم. واللي خصو شي حاجه الدراري يتواصل معنا مرحبا. هادشي اللي كان في هذا الفيديو الدراري، نتمنى ان الفيديو يعجبكم، وما نساوش تخلوا لنا شي لايك وشي تعليق زوين اللي حتى شي حاجه يسولنا هانيه، وتهلاو الدراري.